ثابت او حرقي واقف او حرقي بطيء. ايه اللي بيخليني اوصل للمرحله دي وايه الاسباب اللي ممكن اوصل بيها لكده؟ معاكم ايمان الجنجي، استشاري تغذيه علاجيه، سمنه ونحافه ورياضيين، حوامل ومرضعات، اطفال وبالغين وذوي امراض مزمنه. تعالوا اقول لكم ايه الاسباب اللي ممكن توصلنا للمرحله دي. ممكن قوي يكون انا مركزه بس على الميزان. بمعنى ايه؟ ان انا كل مره بوزن نفسي وبس، لكن انا مش مركزه في المقاسات. لا، ده ممكن المقاسات تكون بتنزل وانا اللي مش واخده بالي، لان الدهون ممكن تكون بتتحول لعضلات، ودي حاجه ميزه كويسه جدا. طب ايه كمان ممكن يوقف الحرق؟ ايه يخليني احس ان انا ما بحرقش؟ هقول لك حاجه، ان انا اكون باخد سعرات قليله. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في العياده تجيلي واحده، لا انا عامله لها نظام اوكي والدنيا زي الفل، فجاه لا انا قللت عشان اخد نتيجه اكتر. لا يا جماعه والله ده مش صح خالص. الصح ان انا اخد السعرات بتاعتي اللي انا محتاجاها، ما اقللش عن السعرات، ما اقللش عن النظام اللي انا بعمله، لسبب الجسم هياخد فكره ان هو داخل على مرحله تجويع. يعني ايه مرحله تجويع؟ يعني انا مش هديله اكل، انا بديله سعرات قليله قوي ومش هديله اكل. ففي الحاله دي بيحس ان انت هتدخله في تجويع ويوقف حرق تماما. طب ايه كمان؟ اقلل الميه، ما اشربش ميه مثلا، الميه هتبقى قليله. طب هو ينفع قله الميه اللي توقف الحرق دي؟ والله قله الميه اللي توقف الحرق، لازم نشرب الميه اللي جوه في جسمنا. ايه كمان؟ قله النوم بالليل. مش بالليل الهرمونات كلها بتضطرب، يحصل اضطراب في الهرمونات، هرمون الجوع على هرمون الشبع، ابقى باكل في اي وقت، اجوع في اي وقت، ودي لوحدها حاجه فظيعه. طب ايه كمان؟ لا ده كمان بيعمل حاجه ثانيه في الحرق، بتوقف الحرق. يعني هي بس مش هتعمل اضطراب في الهرمونات، لا دي كمان هتوقف الحرق. وايه كمان؟ ممكن قوي تكون التمارين، بعمل تمارين كتير، تمارين رياضيه. حلو، احنا قلنا التمارين الرياضيه دي حاجه مهمه جدا، وكل فيديو بقعد اقول لازم ناخد تمارين، لازم نعمل تمارين رياضيه، صح؟ طيب بس يا جماعه التمارين الرياضيه دي محتاجه ان انا اكون باخد وجبه بعدها مناسبه، لان برضو الجسم هيترجم ان انا مدخلاه في تجويع، وبرضو مش هيحرق، وممكن يوقف الحرق تماما. لو بتعمل حاجه من الغلطات دي يبقى لازم توقفها حالا وتصححها، واكيد هتلاحظ الفرق. دمتم في صحه جيده.